أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هقدم لكم روتين عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسلام. احنا دلوقتي الصبح في الصلاة زي ما انتم شايفين كده. كانت الصلاة حلوة قوي والجو بدري بقى، كله بيصحى بدري يوم العيد. بقالي كتير ما صحيتش بدري كده وشفت الاجواء الجامدة دي. اجواء العيد بتبقى حلوة قوي بصراحة. انا لو مصليتش العيد ما بحسش بالعيد خالص. لازم اروح الصلاة، والصلاة ليها بقى بهجة وفرحة تانية. وخليكم معايا لاخر الفيديو، هوريكم روتيني النهاردة وهوريكم انا عملت ايه في العيد وكل حاجة عملتها في العيد بقى، فخليكم معايا. احمد بقى هنا كان زعلان وبيعيط. كل ده ليه؟ حاجة تافهة والله هتضحكوا لو قلتلكوا، يعني عشان حد داسله على الشوز بتاعته. فبيقولي هي لسه جديده، يقولي العيد لسه ما بدأش والجزمه بتاعتي حد داسلي عليها، اعمل ايه؟ وقعد منكد على نفسه بقى. هنا بقى ده ابن جارنا عبد الله، ربنا يخليه ويخليه لمامته. فكان لابس جلابيه، كان شكله امور قوي وهو لابس الجلابيه. هو نص كم ولا الجو ساقع؟ هو مبرق ليه؟ انا بقول لك هو اساسا عايز ينام. دلوقتي يا جماعه بقى احنا جينا في البيت وكمان فطرت وعملت كده شويه حاجات في البيت فما صورتلكوش، وكمان لبست اللبس الجديد بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين وبخير وبصحه وسلام يا رب، وكل الناس تبقى مبسوطه وفرحانه. بعد ما فطرت بقى انا ملحقتش اصور لكم بقى وانا بعمل فطار وكده، فقلت ايه اصور بعدين بقى عشان كنت مستعجله. وكمان قولوا لي ايه رايكم في الفرش العرباوي اللي انا عاملاه ده. جبت الكور العرباوي ده، قلت يعني تغيير في العيد وكده، فلسه اول لابسه زي ما بيقولوا. فدلوقتي بقى كنت غاسله شويه فاكهه زي ما انتم شايفين كده. قلت عبال ما افطر يكون صفت ميتها وابدا بقى ان انا اعمل بقى الحاجات اللي هقدمها. الرصه معجبتنيش فقلت اعمل بقى رصه جديده وكده. زي ما انتم شايفين بقى هحط الفاكهه واحط ترمس وايه تاني والحاجات بقى اللي احنا كنا عاملينها في العيد، الكحك والبسكوت وكده. كل واحد يكتب لي، الناس اللي بتشاهدني بيعملوا ايه عندهم في بلدهم، والناس اللي بيشاهدوني من بره مصر برضو قولوا لي بتعملوا ايه في بلدكم في العيد والروتين بتاعكم بيكون عامل ازاي. يا ريت تكتبوا لي في الكومنت يعني. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد حسنات كتيره مع بعض. ويلا بقى نشوف بقى الحاجات اللي انا بعملها وهوريكم دلوقتي. برضو كنت عامله كده حاجات في البيت هنقدمها برضو مع بعض. بعد ما قدمت الفاكهه بقى كده وظبطتها، فاحنا متعودين ان احنا نعمل ترمس كل عيد. لازم الترمس، ما ينفعش عيد من غير ترمس بصراحه، والحمص. بس العيد ده انا ما لحقتش، كان ورايا حاجات كتيره قوي فما لحقتش اعمل حمص بقى. عملت الترمس امبارح. هقولكوا على خلطة حلوة قوي بتاعة الترمس. التتبيلة بتاعته بتخليه طعمه جامد زي اللي بيتباع بره. هاتوا معلقة كمون كبيرة ومعلقة شطة، لو مش عايزين شطة الناس اللي ما بتحبش شطة مش مهم، وعصروا ليمونتين كبار كده. وفي مية الترمس يعني ايه، ما تحطوش على الترمس كله، انا بحط شوية بشوية في بولة في اي حاجة. انا جبت البتاع دي وبحطوا بقى الليمون على الكمون، على ما تحطوش اي بهارات تاني خالص، على الشطه اللي مش عايز شطه مش مهم، في ميه الترمس وسيبوه كده منقوع يعني قد ساعه كده او اكتر. كل ما يبقى اكتر كل ما يبقى احسن. بيبقى الترمس طعمه جامد، بتبقى طعمه حلو قوي قوي. ودلوقتي بقى انا هقدم الترمس. انا كنت منزله في فيديو شورتس فهتلاقوه عند القناه في الفيديوهات القصيره، اللي هي التتبيله بتاعه الترمس وكمان برضو التسويه بتاعته ازاي تسويه بسرعه. وفي نفس الوقت بيكون طعمه حلو وجميل قوي. جبت بقى الطبق فاضي برضو كمان عشان اللي يقزقز الترمس يحط في الطبق الفاضي ما يبهدلش الدنيا يعني. معلش بقى عشان انا داخل عليا دور برد وصوتي متغير شويه. دلوقتي بقى حضرت الفاكهه وحضرت الترمس.
كمان كنت محضره شويه حاجات كده. هوريكم بقى الحاجات اللي انا عملتها في العيد. انا بعمل كل حاجه في البيت على فكره، ما بشتريش حاجه جاهزه، قليل بقى لما اكون مش فاضيه. ده الكحك ده احنا عاملينه في البيت وبنحب نعمله صغنن زي بتاع المحلات بالظبط. ودي قريبه برضو عاملينها في البيت. انا بعمل كل حاجه كده مقدار. بس البسكوت بقى عملت منه كتير بقى عشان احنا بنحب البسكوت كده مع الشاي، فعملت منه كتير. وعلى فكره عمته اخت جوزي انا رحت عملته عندها، يعني بصراحه طلع جامد. شكرا، لو انتي سامعاني دلوقتي اكتبولي في الكومنت شكرا ليكي. والبتفور بقى انا عملته بسرعه كده بالليل وكنت قاعده لوحدي كده، رحت جايه عاملاه في السحور كده بسرعه بسرعه، ما خدش مني اي وقت. انا اللي عاملاه بتفور اللي هو الملون اللي هو بالكاكاو، والبتفور العادي، وطعمه طلع جامد. يعني كل الحاجات دي انا اللي عاملاها في البيت. وعلى فكره ما بتاخدش وقت، انا عامله من كل حاجه مقدار صغير، يعني مش بعمل كتير، مش بافور. ما بحبش بصراحه اعمل حاجه كتير. دلوقتي يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الروتين بتاعي ما تنسوش تحطوا لي لايك، عشان اللايك بيفرق معايا. وكمان الناس اللي مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركوا عشان بقى نوصل مع بعض ان شاء الله كده ل1000. وهنعمل مع بعض جولات كتير وحاجات كتير، فخليكم معايا. باي.